الافران، ولا تحب الخيانه ولا النجس ولا السهارتي ولا الامارتي. ايدك الكريمه يا بركه بسم الله. الله يلا. اللي ما يخسرش ما يكسبش، ولو كسبت على طول في حاجه غلط. رفصني برجليه من ورا، طلعت نزلت على سن الرصيف ده، فقدت فيها الذاكره ياما. وبقولها قدام العالم كلها، انا ابويا اتسلى عند عمالقه الضرب الاحمر. ابويا كان بيتربط هنا كده، كان يبقى واقف كده ويتربط هنا. كان في حجر زي ده عند المعلمين، كانوا يربطوا امام هريدي من هنا، ولما كان الحبل يقطع له الحته دي كان عنده علامه تاني في رجله. يمين بالله عندي من الارض للسما خير ربنا ولا يلزمني بعد الموقف اللي انا شفته تحت. يمين بالله تحت حاجه تاني، تحت رعب. يمين بالله الحلقه كوم والكلمتين دول كوم. احنا ريحتنا وحشه. صف يا ابويا عم حمدي، صف يا ابويا، عندك بره عيش مسلوق ياما. اطلع على الحلاوه زي ما قلت لك. نزل لي كوريك البراني يوم العجين ده خمير اوام. نزل لي كوريك البراني. قايل لك ده لا، قايل لك ده لا كذا مره. امسك كده ايدك اليمين. ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه؟ اللون ده هو لون ده، تسلم دول ليه؟ تمام يا بركة بسم الله. جرح على قد ما تقدر، بس اللي يروح منك كمل عليه. اطلع على الحراوي. نزلت الكوريك، امسك كده يا بركة بسم الله. ليه يا جدعان ما دخلتوش فيها ليه؟ ده مسرح له كف. ايوه فاكر قطعطة. تسلم يا ابو، ربنا يعينك، ربنا يعينك. هتمشي بالثلاث انابيب دول، ربنا يعينك والله. حلقات النهارده يا جماعه مش هينفع ان يبقى اللي ليها مقدمات. بالمختصر كده المفيد، الحلقه دي مش هتشوف زيها تاني. اهلا بيكم في حلقه جديده من فتح شو. تعالوا بينا نشوف ايه اللي هيحصل في الحلقه دي. تعالى. انت خدت الرغيف ده منين؟ من عيني ليه؟ تحت امرك ابراهيم. ايوه معلم. الرغيف اللي خد الباشا ده عندنا، واحلى 5 ترغيفه، بدل ما عينه جت على الرغيف الف هنا وشفا. الرغيف ده مش رزق اللي كان رايح له، رزق هو. العين كلت قبل البق، الف هنا وشفا. يا بركه بسم الله. الكلمه دي ليها موقف معايا، قلت كنت في شده، كان سبب الحادثه بتاعتي. انت الحادثه دي كانت حادثه ايه؟ هنا الحته دي؟ حصان. كنت فكيت الحصان، كنت انا غاوي خيل، فالحصان كان شاغلني، والدي كان خاف عليا، فرحت مشوار جيت لقيت والدي بايعه. عاندت والدي ورحت جبت حصان من مواصفات الخيل اللي هي بتتربى تبقى طيبه. فانا اتعمل عليا كده درنجيله وخدت الحصان، يا دوبك حميته هنا وماشي بيه عشان ادخله الاسطبل في الحته دي. اي كلام بقى اقوله كلام الناس. رفصني برجليه من ورا، طلعت نزلت على سن الرصيف ده، فقدت فيها الذاكره ياما. وكمان قعدت فتره ما بشوفش، لان كان عندي نزيف داخل على العين دي، جالي انفجار في العين. ليه يا حاج محمد المكان ده من الممنوعات؟ اول هام عشان ابقى دغري معاه، الفران ده ترابي، فجوه 3/4 الموضوع 80%، جوه الحق والامانه، جوه السر، جوه شقى ابويا وبهدلته وحبس امي وموتها. ايه حكايه بتاع الناس؟ بتاع الناس دون بعد ما بيتخبز وبيطلع الانتاج، اول ايد بتاكل منه رجالتي. الضرايب، التامينات، الغاز، الميه، الكهرباء، حق بتاع الدين. ما طلعليش حاجه رضا، ما اشتغلتش عند حد، فده بتاع ناس لحد ما اليوم ينتهي. اترضيت اللهم لك الحمد، ما اترضيتش يا بركه بسم الله اللي جايه احلى. اللي ما يخسرش ما يكسبش، ولو كسبت على طول في حاجه غلط، ولو خسرت على طول فانت غلط. فدي شايله دي. صلى على الحبيب. نمت في الشارع صلى الله عليه وسلم. انا هتكلم معاك كلام، انا كده واقف في حيز الامان. تمام. هتكلم معاك في موضوع اول مره اتكلم فيه قدام كاميرا. تعالى هنا بقى. ما وصلناش اللي احنا فيه دون الا بعد زله، وبقولها قدام العالم كلها. انا ابويا اتسلى عند عمالقه الضرب الاحمر. ابويا كان بيتربط هنا كده، كان يبقى واقف كده ويتربط هنا،
كان في حجر زي ده عند المعلمين، كانوا يربطوا امام هري دي من هنا، ولما كان الحبل يقطع له الحته دي كان عنده علامه تاني في رجله عشان ما يمشيش. من جماله، من صنعته، من قوته. دلوقتي الشكاره 50 كيلو بنقعد فيها ساعه، 100 كيلو مع امام هري دي كانت تاخد تلت ساعه. كان في معلم في الضرب الاحمر من غير ذكر اسمه بيقول لك انا معايا 6 رجاله، لو ربنا ياخدهم ويسيب لي امام انا الكسبان. يوم ما توفى نزلوه من الرابع للحوش، الخشبه متحركه، مراته معلمه وبرضه من ضمن الناس اللي ربت ابويا. قالت لهم ابعتوا هاتوا امام، يمين بالله وحياه بناتي وحفيدي خدني ورحنا. اول ما دخل الحاره وقام قاصر كده على ناصيه البيت وداخل امركي على رجله، قال له يا حاج لو انت سئت ليا اتفضل يا ابويا الورق ابيض بالصلاه على النبي يا بركه بسم الله. قال له لو انت سئت ليا في علامي مسامحك، ولو انا ما خدمتكش من وانا عندي 9 سنين ل 33 سنه فانا مسامح. يمين بالله الخشبه قامت ومشوا بيها، ما قامت الا لما قال له انا مسامحك يا حاج احمد على اللي انت عملته فيا. انا ودي في الدنيا دي ربنا، عشان بعامل الكار ده بحق وامانه، وعارف ان هنا في ملك وهنا في ملك وهنا في ملك، والمعجم في ملك، والعتبه دي اي عتبه باب فرن الافران، ولا تحب الخيانه ولا النجس ولا السهرتي ولا الامرتي، ودي مش فينا. الكار ده يفتش الخاين طول ما صاحبه على امانه وحق. كل واحد فيهم ليه في قلب غلاوه، كل واحد فيهم انا عارف بيحب المكان ده قد ايه، عشان كده كل واحد فيهم بعد الشغل انا خدامه. الحوار معاك مش عايز يخلص. حبيبي انت اللي وشك بشوف. ايه حكايه الرغيف؟ الرغيف ده يا معلم بالنسبه لك ايه؟ نور عيني، حياتي، كرامتي وهبتي. ما اتكسرتش الا بعد يعني ابويا ميت، محمود اخويا توفى بعديه ب50 يوم، لسه باخد عزا ابويا وجاني خبر الصبح لا اخوك محمود 20 سنه عمل حادثه نزل من المقطم. ده اللي كسرني، ابويا ما كسرنيش. ابويا خلى ظهري فاضي، ابويا خلاني خايف، ابويا خلاني بتعامل مع الناس بحضره ابو نعم خدامكم. بص يا فتحي، سهل الواحد يدفن اخ صاحب، لكن تنقل شاب بعد موته ب3 شهور من مكان لمكان دي اللي لحد النهارده محدش عارف عامله فيا انا ايه. خلتني زهقت الدنيا، مش عايز حاجه من الدنيا حبيبي. يعني ايه نقلت؟ محمود اخويا ظلموني، قالوا ان انا دفن في تراب صدقه، بقى تصرخ اقول لهم دي تراب ضد امه. صعايده بقى والدماغ كانت راكبه، واللي بيقول لك يا امام حلم هتقول ابني، وكانت قصه. رحت بوست ايدي وكلني يا ابو، قلت له بوس ايدك، امام مبهدلني ومطلعين عليا سمعه ان انا دفنت في تراب صدقه. ابوس ايدك. قال لي اخوك بقاله قلت له شهرين انت اتجننت. قلت له احب على رجلك انقله اي حاجه اي قانون انا اتحمله بس انقله. رحمه الله عليك يا محمود، خدت التصريح وكيل نيابه تتسعد وتتهنى واشوفك قد الدنيا، اشوفك رئيس نيابه. طلع معايا تصريح وطلع معايا ناس انا واحمد، ورحنا ترف السيده نفيسه، وانا نازل اجيب محمود لحد النهارده. ده الدرس اللي انا فيه وبقوله للناس. اسرار ما يعلمها الا الله لحد النهارده ما تعرفها. ايه؟ لا دي اسرار واحد ما اقدرش. حتى لو هتبقى بص يعني عارف انت يعني حاجه هتنتفع بيها الناس. سالت ادي درس، سالت ادي درس. الدرس ادي درس. بتقول لا الدنيا في ثانيه، في ثانيه انتوا مش فاهمين حاجه ولا عارفين حاجه. انا بعد نقل محمود اخويا حضنت اخويا حطوه في كفنتين حطوه في التابوت ودود اكتوبر لحد النهارده يمين بالله ولا باكي على جنيه ولا على عربيات، وعقبال ما ربنا انا راكب موديل السنه، راكب مرسيدس موديل السنه. اسال رجالتي ولا تلزمني ولا بركبها. يمين بالله عندي من الارض للسما خير ربنا ولا يلزمني بعد الموقف اللي انا شفته تحت. اسرار ما يعلمها الا الله. حاجه كده بيقول لك قعدت شهرين مرعوبه يا فتحي. ايه طيب؟ سر يا فتحي، الناس مش فاهمه يا فتحي، الناس في غفله. اللي متعشم في بيته ومتعشم في عربيه مش فاهمين حاجه، وربنا انتم ما فاهمين. ما حد فاهم ريحته في الاخر عامله ازاي. انا عن نفسي محمد امام ولا تلزمني الدنيا، انا لحد النهارده كان اكبر سر علم محمد امام واحمد التجاره مع ربنا. ده كانت البدايه. رجعت من اكتوبر عاهدته كل قرش هتجري بيه يا رب معاك. برضه انت خرجتني من التراب عشان ده سر،
والله يا سيدي عشان خاطر وحياة ربنا يا سيدي الدنيا كلها حبيبي اقسم بالله انا لو الناس سمع الكلمتين دول يمين بالله تحت حاجه تاني، تحت رعب، تحت رعب الرعب الا ابويا حبيبي عامل ايه؟ ازي صحتك؟ عامل ايه؟ اسلام ابويا خلي بالكم معاه. حاضر يا ابويا تعالى. رعب يا فتحي، رعب وعايز اقول للناس وبفضل اقولها لو كل اللي معاه ملايين والوفات شاف ربع اللي انا شفته وانا بنقل محمود يا رب ما صباح الهنا صباح الفل يا معالي الباشا، بقولها للعالم كله يا رب ما تكتب ان حد ينقل اعز ما عنده من مكان لمكان بعد شهرين موت او 3 شهور. رعب لو الملايين قدام منك والمتعه واللقطه تيجي قدام مني اتراجع حق النعمه، نعمتك شريفه يا رب، ما في حاجه اطلعها وتجري فيها مع ربنا قبل ما انام الاقي الطعش اللي انا في ده رزق. اللي بيحصل معايا ده البروباند اللي معمول على المعالم مين؟ محمد امام. ما انا برضه ربنا اداني دارس شفت بعينك، هتطلع مننا تعمل ايه؟ الكل بيروح ورا ايه؟ متوفي ابويا سيد جمال ونعيط واخد بالك وكان حبيبنا وكان ما فيش منه، وبعد ما نيجي هنا ايه هنخرج امتى؟ الدنيا فيها ايه؟ محدش نزل يا فتحي شفتها، محدش نقل، محدش حضن بعد شهرين. الحضنه دي فيها ايه؟ لما لمسته بعد شهرين كان ايه؟ شفت ايه؟ مش هتقدر تقول لي برضه سر يمين بالله سر. انا قعدت شهرين تعبان، قعدت ما كنتش بتكلم، كان جالي زي شبه جلطه. مهما احكي لك ومهما اقول للناس يمين بالله الحلقه كوم والكلمتين دول كوم. احنا ريحتنا وحشه، البشر ريحته وحشه الا من رحم ربي وملا الخزنه الحقيقيه. تعالى بقى، اصل القبر قال لي الشقي نص يا جبار، القبر بيقول لي الشقي نص يا جبار. الشقي اللي هو ايه؟ اللي انت كنت بتتجمر في حته الناس عامل ذكر على لحمك وانت بتنهش في لحم الناس، ان ده مش من حقي وامد ايدي ان العربيه ما عندهوش بشمعنى على جل جلاله. يا عم انت مين يا عم؟ ده منكم موزعه صاحبه. الله، طب ما تيجي نحسبها صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللي قاعد في اوضتين وصاله يقول لك ايه؟ نفسي في 3 وصاله، واللي في 3 وصاله يقول لك ياه واحده دوبلكس يا رب، واللي قاعد في دوبلكس يقول لك الكومباون يا رب، واللي قاعد في الكومباون يقول لك فيلا يا رب. الله طب ما تيجي ننزل بقى كده واحده بقى اللي في اوضه مش عاجباك تعالى بقى اللي في اوضه وحمام شركه بيخشوا 10. مش عاجبك الحمام الشرك؟ تعالى شوف اللي في الشوارع اللي في عز الشتاء تعدي عليهم تحط في مين طلع نار جل جلالك يا رب. بقى انا في البيت ب5 6 بطاطين وده في الشارع. ايه ده؟ ايه الملك ده؟ العظمه دي يا عم فتحي؟ ارضى، السكر بتاع الدنيا الرضا. انا راضي ان انا محمد امام معايا خير الدنيا ومش عارف اعمل بيه حاجه، تعبان اقول لا اقول انا عايز لا انا راضي اقطع من هنا حط اللي ما شفتوش بعين الاتنين شفته بعين واحد. وجودك شرف، انا اتشرفت بيك يا محمد والله. القناه بتاعتك انا اطلع فيها شرف، اقعد كده مع حفيدي واولادي اقول لهم ابوكوا رب العباد شاور عليه يطلع مع استاذ فتحي قدام الناس، ده لوحده شرف اقسم بالله. عشان ده تحدي بسم الله ما شاء الله، روح الله يحميك ومن نجاح لنجاح، تتهنى ببيتك يا بركه بسم الله على بيتك، يا بركه بسم الله على صحتك، يا بركه بسم الله على مالك وعلى حياتك، تتهنى وتتسعد، توصل لطريقك بكل امانه وبكل حق. احنا بناكل وبناكل لقمه نظيفه بسبب الناس دي، بايديهم على راسهم.